ما تحبش البراند بتاعك وما تشوفش ان هو ده اخر حاجة انت هتعملها. انا فاكر بابايا زمان كان عنده عربية فولفو، وكانت العربية دي وارثها كمان عن باباه، والعربية دي فضلت معانا اكتر من 20 سنة مش عايزين نستغنى عنها، ونقعد نصلح فيها ونقعد نهتم بيها، وبالنسبة لنا هي جزء من حياتنا مهم جدا جدا جدا، وعلاقتنا بيها قوية جدا جدا. اللي عرفته بعد كده ان في عربيات في براندز الكاستمرز والناس بتتعامل معاها زي الجواز الكاثوليكي، بدون اي انفصال، بدون اي استغناء. انا ما اقدرش اسيب البراند ده، ما اقدرش اسيب العربية دي، ما اقدرش استغنى عن العربية دي. وده بيحصل كتير قوي مع البيزنس اونرز لما بيحبوا البراند بتاعهم لدرجة ان هم بيتأثروا بكل حاجة بتحصل في البراند، بيتأثروا بكل مشكلة بتحصل، وبيشوف ان قيمته من قيمة البراند اللي هو بيقدمه. فببساطة جدا محتاج ان انت ما تحبش البراند بتاعك وما تشوفش ان هو ده اخر حاجة انت هتعملها، ده بداية لبراندز كتير وبزنسز كتير انت هتكبرها وتعملها جروث.